النهارده الخميس 15/5/25 طويل، وان شاء الله يكون يوم مميز جدا. يلا بقى بينا نبدا يومنا سوا النهارده. يلا النهارده صاحيه من بدري وعندي مشاوير كتيره جدا في الجو الحر ده، والانتظار اخيرا خلصناها وبنمضي اخر حاجه. خلصنا المشوار بتاعنا الحمد لله الحمد لله. تسرت من اوسع الابواب. الجو حر جدا جدا، يعني انا بحلم بايت عصير قصب تبقى ساقعه كده وتشربها على بق واحد تروي عطشي في الحر اللي احنا فيه ده. لا ساونا الجو ساونا. فانا مش هاخد قصب يا جماعه، انا قررت ادلع نفسي. اول حاجه ادلع نفسي بيها الفطار. افطر من اشهر عربيه انصاص في بورسعيد، عربيه عم سعد يا جماعه. طبعا مفيش كلام ولا اختلاف. انا بقيت بسيح، انا سحت خلاص سحت. ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه؟ على البيت واحلى ايس كوفي مع ساندويتشات عم سعد. هو الايس كوفي خلاص، انا ما اقدرش ايس كوفي. يلا بينا. بعد الفرهده في الحر حان موعد الدلع بقى. ساندويتشات عم سعد مع كوبايه شاي جامده جدا ولذيذه، كانت تحفه. وسندوتشات كانت خطيره مع كوبايه شاي، كان ولا اروع. يلا بقى بينا نعمل البريسو بتاعنا دبل شوت عشان الايس كوفي. استخدم احمد افندي. والدبل شوت الاسبريسو بتاعنا بقى جاهز. الله الله. خطير. بون ابيتي. بعد ما خلصت اللي ورايا قررت ان اليوم يكون مميز جدا. رحت اتغدى من عند فروج ابو العبد، مطعم لبناني لسه فاتح جديد في بورسعيد. طلبت من عندهم ساندوتشات. الساندوتشات كانت حلوه قوي، معموله على الطريقه اللبناني، والاكل كان خفيف جدا وطعمه مميز قوي. وجربت افتكاسه كده عندهم اسمها العبودي. العبودي دي كانت اختراع بجد. اكتر حاجه عجبتني العبودي دي، واحلى حاجه كمان ان احنا قررنا نهضم فجابوا لنا لبن العيران بتاعهم ده معمول على الطريقه اللبناني. طعمه كان غريب جدا لانه هو اصلا لبن فيه نسبة ملح كتيرة، فاستغربته في الاول، لكن بس بعد كده عجبني قوي وساعد على الهضم بطريقه فظيعه. لا بصراحه الاكل كان مميز وخفيف جدا. وبعد ما خلصنا الغدا خلاص بقى انتهى اليوم وفصلت. وده كانت فيلوج 15/5/2025. اليوم كان مميز قوي وجميل جدا. اشوفكم بقى في فيلوج جديده ومميزه جدا يوم 25/5/2025. يلا باي.